نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الأكارم، إن الإسلام العتيق الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو المرضي عند الله جل وعلا. هؤلاء الصحابة الذين خلد الله ذكرهم وجعلهم أسوة لمن بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم هم الميزان عند الله جل وعلا. فمن أراد السعادة فعليه أن يقتفي أثرهم، فلا نجاة إلا بمتابعتهم، ولا رضا من الله جل وعلا عن أحد إلا بالسير خلفهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكر الله لنا من آثارهم ومن أمورهم العظيمة ما لا يتخيله عقل، بل يكاد يكون من باب الخيالات والأساطير ومن باب الحكايات المستبعدة، لكنها وقعت من هؤلاء الأئمة الأعلام الأفذاذ رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن ذلك ما كان بينهم من إخاء ومن إيثار ومحبة ومن ألفة وتعاون. وهذا الذي بدأه النبي عليه الصلاة والسلام عندما أسس دولته. أولا أن يؤمن الجبهة الداخلية، أن يؤمن الدولة من الداخل، فيزرع بين أهلها المحبة والألفة والمودة، ليكونوا صمام أمان ويكونوا حصنا ضد الأعداء، حتى لا يوقعون بينهم العداوة والبغضاء والفرقة، كما هو شأن الكفار من اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من التفريق بين المسلمين ومن إيقاع الفتن بينهم، كما هو في مثلهم الخبيث: فرق تسد. أعوذ بالله. قال الله جل وعلا عن هؤلاء الأخيار: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. للفقراء المهاجرين، هذا هو الصنف الأول، الصنف الأعلى مقاما والأشرف مكانة. الذين رضي الله عنهم وأرضاهم هم المهاجرون الأول، هم المهاجرون الأول الذين كانوا في بلادهم في أمن وأمان، وكانوا أغنياء وكانوا وجهاء، تركوا الوجاهة، تخلوا عن الرفاهية، تخلوا عن كل شيء، تخلوا عن ذرياتهم وعن أهليهم وعن بيوتهم وعما كان لهم من مكانة. لكن هذه المكانة لا تنفع عند الله، وهم على الكفر المبين، لا تنفع عند الله، لا تنفعهم في الآخرة. نزعوها رضي الله عنهم وأرضاهم، تخلوا عنها. فانظروا إلى هذا الجيل الفريد للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا مضطرين رغم أنوفهم، أخرجوا من أعدائهم، من أحب البلاد إليهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ما أخرجهم طلب ملك، ولا طلب رئاسة، ولا طلب دنيا،
بل تركوا الدنيا رضي الله عنهم وأرضاهم. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، مع أنهم بذلوا كل نفس ونفيس، مع أنهم ما تركوا شيئا إلا وتخلوا عنه، ومع ذلك ما قالوا إننا وصلنا إلى درجة أن يجازينا الله جل وعلا فيدخلنا الجنة بعملنا، ما قالوا ذلك، وقد تركوا كل شيء، إنما قالوا قال الله عنهم وهو أعلم بهم يبتغون أي يرجون يأملون يريدون يسألون الله أن يكرمهم وأن يرضى عنهم. ما نظروا إلى أعمالهم، ما نظروا إلى ما قدموا من أرواحهم، ما نظروا إلى هذا كله، إنما يرجون رحمة الله، يطمعون في فضل الله جل وعلا. ما اتكلوا على أعمالهم، ما غرتهم أعمالهم التي لا يشابههم فيها أحد ممن جاء بعدهم أبدا. ومع ذلك مع هذا الذي فعلوا يقول الله عنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هذا هدفهم، ما طلبوا نصرة أنفسهم، ما طلبوا نصرة قبائلهم، ما طلبوا نصرة بلادهم، ما طلبوا الكراسي ولا طلبوا الوظائف، إنما قال الله جل وعلا وينصرون الله ورسوله. أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. من الذي يقول؟ الذي خلقهم، العليم بهم، العليم بهم، الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه. ومع ذلك يأتي مجرم أثيم خبيث كافر ملحد يطعن في الخيرة في الأبرار، فهل مثل هذا يسمع له وتبحث مواقعه وينظر فيها؟ الشباب اليوم يقلب الصفحات هذه، يريد أن تنظر إلى ماذا؟ إلى الجيف، تنظر إلى النتن، إلى الخبيث، لا تنظر إلى هؤلاء ولا تطالع قنواتهم ولا مواقعهم. إنهم مجرمون، إنهم أعوان اليهود، فإياك وإياهم الذين يكذبون ربك، الذين يكذبون خالقك. ربنا جل وعلا يقول عن هؤلاء أولئك هم الصادقون. وأمرنا الله جل وعلا بأن نكون معهم، أمرنا باتباعهم، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهم الصادقون رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال في إخوانهم الذين هم الدرجة الثانية بعدهم في المنزلة والمقام، فقال جل وعلا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، كم له علينا من نعم وكم أفاض من جود وكرم، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وجعل أصحابته خير الناس بعد النبيين رضي الله عنهم أجمعين. قال الله جل وعلا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. هؤلاء أهل البلد، أهل المدينة يا عباد الله، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. انظروا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المهاجرون إلى المدينة، الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاسموهم أرضهم وميراثهم. تخيل، يأتي أولا كان ذلك مفروضا في أول الهجرة، كان المفروض أنك يا أنصاري يا أهل المدينة لا يرثك أبوك ولا ترثك أمك ولا يرثك ولدك ولا زوجك. من الذي يرثك؟ الغريب الذي جاء من مكة، الذي لا تربطك به أي صلة، لا هو ابن ولا هو أب ولا أخ ولا زوجة، هذا يرثك ويحرم أبناؤك الميراث.
أبناؤك لا يرثونك، زوجتك لا ترثك، جمعت الثروة هذه كلها تعبت فيها، أرضك وأرض أجدادك ونخلك وزرعك يذهب إلى الغريب. الصحابة الأنصار قبلوا بذلك ورضوا بذلك وفرحوا. انظر إلى هذا الجيل، من يشبهه، من يماثله. انظروا يا عباد الله، تأملوا في الأنصار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تقاسموهم، إنما معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومعنى حديثه هم يعملون في الزرع وتقاسموهم في الثمرة، أي المهاجرون يعملون في زرع إخوانهم من الأنصار ثم تقتسم الثمرة بينهما. وعمل المهاجرون قليلا ولم يكونوا أهل زرع، إنما كانوا أهل تجارة، فأهل مكة أهل بيع وشراء، وأهل المدينة أهل زراعة. فلما عملوا قليلا وانشغلوا بعد ذلك بالتجارة أكرمهم الله جل وعلا ونمت أموالهم، ورد المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم على الأنصار ما عرضوه عليهم برد جميل حسن. ولم يكن يوما من الأيام من المهاجرين من يطمع في أموال الأنصار، فهم ما خرجوا إلى المدينة وهاجروا إليها طمعا في مال، إنما طمعا ورغبة في رضا الرحمن جل وعلا. ربنا جل وعلا يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لو كانوا في أشد حاجة، هم يحتاجون إلى الماء، يحتاجون إلى الطعام، يحتاجون إلى السكنى، يبذلون ذلك لإخوانهم من المهاجرين، يقاسموهم في كل شيء، كما سبق في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه مع سعد بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين. وكان الأنصار يقترعون على من يسكن عندهم من المهاجرين. تقول أم العلاء رضي الله عنها وأرضاها: هذه امرأة فطال لنا، أي قسم الله لنا عثمان بن مظعون أن يكون عندهم، أي مجاور لبيت زوجها. فكان رضي الله عنه أصابه المرض فمرضته رضي الله عنها وأرضاها حتى توفاه الله رضي الله عنه وأرضاه وشهدت له بخير. وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أبعد الناس عن الحسد والبغضاء، عن الحقد، إنما كانت بينهم الألفة والمودة والكلام حول هذا الجيل الفريد. إن شاء الله تعالى بقية. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يردني وإياكم والمسلمين إليه ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم تولى أمورنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا، هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.